سنة 1972 غيبان واحد الكتاب دار ضجة كبيرة بسبب أنه كيحكي واحد القصة غريبة وما كتدخلش للعقل. هذا الكتاب سميتو ذكريات من المستقبل، القصة المذهلة لأماديوس ديناخ. والكتاب كله عبارة عن مذكرات كتبها واحد سميتو بول أماديوس ديناخ، وكيحكي فيها المرور ديالو بتجربة غريبة، وهي أنه الجسم ديالو بقى في غيبوبة لمدة سنة كاملة، وأثناء هذه الغيبوبة الوعي ديالو غيسافر للمستقبل أو بالضبط سنة 3906، وغيعيش في جسم واحد الشخص آخر، وغيشوف عالم آخر مختلف تماما على العالم اللي كنعيشو فيه حاليا. والغريب أن هذه المذكرات كتبت سنة 1924، وكان فيها تنبؤات على الحروب العالمية والقنابل النووية، وفيها تفاصيل أخرى فعلا طرات مستحيل شي حد يعرفها من غير اللي عاشها فعلا. هذه المذكرات كذلك دوت على المستقبل اللي جاي من بعد مئات وآلاف السنين، وكيفاش أن الحضارة البشرية غتبدل بشكل نهائي. لينا ننطلق. القصة ديالنا غتبدا سنة 1884 فين غيتولد بول أماديوس ديناخ في مدينة زيورخ السويسرية. ديناخ ملي كان صغير الحلم ديالو كان هو يولي أستاذ، وبالفعل غيقرا وغيتخرج وغيولي أستاذ اللغة الألمانية والفرنسية. وفي سنة 1917 ملي وصل سن 33 سنة غيتصاب بواحد المرض غريب كان يلاه كينتشر في أوروبا في هاد الوقيته. هاد المرض غيأثر عليه وغيغير ليه حياته تماما. هاد المرض سميتو التهاب الدماغ الخمول او مرض النوم كما كان معروف بين الناس في هذاك الوقت. وكان اللي كيتصاب به كيطيح في غيبوبه متكرره كتستمر فتره طويله، وكاين اللي كيموت هو في هذه الغيبوبه. وهذا الشيء اللي خلى هذا المرض يسبب ازمه طبيه كبيره ما بين سنه 1916 حتى 1924. ديناخ ملي تصاب بهذا المرض غيلقى راسو ديما كينعس فجأة بلا ما يحس، وملي كيفيق ما كيبقاش عاقل على شنو اللي طرا ليه التنعس، وكان كيبقى في هذه الغيبوبة لمدة دقائق، وبعض المرات كيبقى فيها الأيام طويلة. ولكن في سنة 1921 الحالة ديالو غتزاد في التدهور ودخل في غيبوبة استمرت لمدة سنة كاملة. العائلة ديالو دخلوه للمستشفى باش يبقى تحت الملاحظة الطبية، وملي دازت هاد السنة وفاق غيلقى الأم ديالو توفات، وكذلك غيلقى راسو تصاب بمرض خطير اللي هو مرض السل. غالبا غيكون تعدى به من المستشفى اللي كان ناعس فيه. ديناخ من بعد ما حس بلي حالته ولات مزيانه غيقرر يسافر لليونان باش يدرس اللغه الفرنسيه تما. انا فين غيتعرف على واحد الطالب متفوق عنده سميتو جورجيوس بابا شاستيس، وغيولي صديق مقرب منه بزاف. المهم سنه 1924 ديناخ ملي قرر انه يرجع لسويسرا غيهدي لهاد جورجيوس واحد لاجوندا كبيره كان كاتب فيها المذكرات ديالو كامله والاشياء الغريبه اللي شافها في الغيبوبه الطويله اللي كان فيها سنه 1921. واكد عليه انه ما يعاودش داكشي اللي غيقرا في هاد المذكرات لتا واحد، وفعلا التلميذ ديالو غيوعدو انه غينفذ الطلب ديالو وانه غيحافظ على هاد المذكرات. ولكن ما كانش متوقع ان القصه اللي غيقرا في هاد المذكرات غتغير حياته للابد. ديناخ في هاد المذكرات غيقول باللي اثناء الغيبوبه اللي استمرت لمده سنه، وهي انه فجاه فاق ولقى راسو في جسم شخص اخر في واحد العصر مستقبلي بعيد، لدرجه انه حتى حاجه من داك الشيء اللي كان كيشوف قدامه كان مألوف او معروف بالنسبه ليه. وملي بغى يسول الناس اللي قدامه فين كاين وشنو كيدير هنا غيتفاجئ ان اللغه ديالهم غريبه وما مفهوماش. من بعد غيستعملوا واحد التقنيه غريبه باش يتواصلوا معاه ويفهموه ويجاوبوا على الاسئله ديالو، ولكن الاجابات ديالهم كانت مفاجئه وغتصدم ديناخ. هاد الناس كانوا اطباء وقالوا لي انت سميتك اندرياس نورتون، وهو حاليا في المستشفى حيت تعرض لحادثه صعيبه بين جوج من السيارات الكهربائيه الطائره، وقالوا لي حنا دابا في سنه 3906. ديناخ هنا كان غيهرب ليه، ما قدرش يستوعب هذا الشيء اللي كيقولوا، ويقول لهم بلي ما سميتوش اندرياس وسميتو بول ديناخ، وانه اخر حاجه مفكرها هي انه كان في سويسرا سنه 1921. وملي كان كيعاود لهم في هذا الشيء غيلاحظ بلي الاطباء ما تفاجئوش بحال الا كيعاود لهم شي حاجه مألوفه، وقالوا ليه بلي هذه التجربه اللي كيمر بها هي حاجه معتاده بالنسبه لهم، وانه وقعت شحال من مره وسميتها الكونشيسيوس سلايد، وهي كتعبر على شخص كيمر بواحد التجربه كيشوف فيها واقع وزمان مختلف تماما على الزمن اللي كيعيش فيه، كيمر بهذه التجربه بالوعي ديالو الحر بعيدا عن الجسد ديالو اللي كيبقى بلاصتو في الزمن ديالو الاصلي. من بعد بداو كيحكيو ليه قصص مدهشه على مستقبل كوكب الارض والحضاره البشريه وجميع الاحداث اللي طرات خلال الفتره ما بين القرن 21 حتى القرن 39. والحاجه الوحيده اللي ما حكاوش ليه بالتفصيل هي الاحداث ديال القرن
20 اللي هو جاي منه، حيت خايفين انه الى عرف تفاصيل احداث المستقبل ديالو المباشر غيحاول يغيرها من اللي رجع للزمن ديالو بالوعي ديالو الاصلي، وهذا الشيء ممكن يحدث تغيير في مسار التاريخ كامل. وعلى حسب داك الشيء اللي كتب ديناخ في هذه المذكرات، ففي بدايه القرن العشرين الجنس البشري غيواجه كوارث ضخمه ومستمره وغادي وكتزيد مع الوقت بسبب زياده التلوث والحروب والتقنيات الجديده اللي كتهدد البيئه واللي كتستعمل في الحروب بحال الطاقه والقنابل النوويه. وخلال هذه الفتره وحتى بدايه القرن 21 وقعت حروب كبيره بزاف غينتج عنها كوارث وتلوث ضخم للبيئه بالمزامنة مع زيادة كبيرة في عدد السكان. وفي بداية الألفينيات غيستمر عدم احترام الإنسان للطبيعة واستنزاف الموارد الطبيعية من أجل تحقيق الأهداف الأنانية التوسعية للدول العظمى، لغاية ما وصل كوكب الأرض لحالة كارثية غير مسبوقة، زيادة سكانية كبيرة بزاف وعالم كيحكمو نظام عالمي جديد كيتسبب بشكل مباشر في الحروب والمجاعات والصراعات الإقليمية والكوارث الاقتصادية والبيئية اللي كانت قريبة أنها توصل العالم كامل لحافة الانهيار. وهذه الفترة تميزات بالسباق المستمر على السلاح التقليدي والنووي ما بين الدول العظمى، وهذا الشيء اللي غادي يؤدي لتدهور الاقتصاد بشكل كبير، وما بقاش الموارد الغذائية والطبيعية كتكفي العدد المهول لسكان الكوكب. هنا غتجي مرحلة استيطان المريخ سنة 2204. فعلا البشر غيتمكن من استيطان كوكب المريخ وغيستطيعوا يتغلبوا على المشاكل الفيزيائية اللي كانت كتواجههم من قبل، وبناو مستعمرة ضخمة على سطح الكوكب الأحمر غيوصل تعداد السكان ديالها مع الوقت لأكثر من 20 مليون نسمة. بقات مستمرة ومصدرة لفترة طويلة، وكذلك بقات كتساعد كوكب الأرض اقتصاديا. لسنة 2265 غطرة كارثة كونية ضخمة في الكوكب دمرات كل شيء وأدت إلى الفناء، ومن ثم ما عمر البشر فكر باقي يبني شي مستعمر على سطح شي كوكب آخر. من بعد هذا الشيء الدول غتبدا تاني تتصارع مع بعضياتها من خلال حروب باردة ومناوشات عسكرية في أغلب مناطق العالم. وفي سنة 2309 غتبدا حرب عالمية أكبر وأخطر من الحروب اللي دازوا واستمرت لأكثر من 80 سنة. هاد الحرب الأحداث ديالها كانت مدمرة بشكل غير مسبوق في تاريخ الكوكب كامل بسبب الأسلحة النووية اللي تستعملات فيها، وهذا الشيء أدى لتقليل الجنس البشري بشكل كبير، وبعض الأجناس الأخرى ولات مهددة بالانقراض. وبسبب القصف النووي أوروبا كاملة ما بقاش صالحة للعيش، واضطر سكان اوروبا اللي العدد ديالهم ولا قليل بزاف الهجره لجنوب اوروبا وشمال افريقيا. سنه 2396 التغييرات اللي طرات في المجتمع البشري من بعد هذه الحرب الكبيره ادت الى انشاء برلمان عالمي واتحاد دولي ما بين جميع الدول والشعوب، والاول مره في التاريخ غتلغى الحدود ما بين جميع الدول، وولات الارض كلها عباره عن بلد واحد كتحكمها حكومه وحده كيتم انتخابها بالتصويت الشعبي. واعضاء ديال هذه الحكومه ماشي سياسيين بل هما علماء وخبراء وتكنولوجيين وناس مؤثرين في الثقافة الإنسانية. الأمور ما وقفتش عند هذا الحد، بل في مطلع القرن 24 غينتهي مفهوم النقود بالشكل اللي كنعرفوه حاليا، وغتم توزيع الثروات ما بين سكان الكوكب بشكل عادل، وما بقاتش شي حاجه سميتها الفقر والمجاعه. وكنتيجه لقله اعداد البشر والتوزيع العادل للثروات غتسالي مشاكل المناخ والبيئه. ومن هنا غيبدا البشر يطبقوا تاريخ جديد تماما ورجعوا بداو الحساب من سنه رقم 1. وهذا الشيء غيبدا ملي تاسست الحكومه العالميه سنه 2396، يعني اخر سنه في العصر القديم كانت سنه 2396، ومن بعد غيبدا تاريخ جديد من سنه 1. ولكن بعض الشعوب والحكومات المتبقية من النظام القديم بقاو كيعارضوا الحكومة العالمية لمدة تقارب قرنين من الزمن، وبقاو محافظين على انتمائهم للهوية الوطنية وما وصلوش لتكوين الهوية الكوكبية والعالمية حتى القرن 26. في هذه اللحظة جميع سكان الكوكب غيامنوا انهم جزء من حضارة عالمية كبرى ماشي دولة بذاتها، ومن هنا غيبدا عصر الرخاء والاستقرار عند البشر كامل. الناس ما بقاش مضطرة تخدم إلا فترات قليلة في حياتها، وهاد الفترات بدات كتقل مع مرور السنوات، توصلت لسنتين فقط ما بين سن 17 و 19 سنة، حيث الموارد ولات متوفرة بزاف وما كاينش عليها حتى شي صراعات. والتكنولوجيات سهلات بزاف الأمور في الحياة اللي خلات بنادم يبدع ويتطور بسرعة. ولكن بالرغم من هاد الشيء العدل مازال ما وصلش للشكل ديالو المطلق، حيت كان باقي بعض الناس كتحكم في موارد وتقنيات اكثر من وحدين اخرين، وهذا الشيء بقى مستمر حتى لنهايه القرن 33. هنا غتوقع ظاهره عجيبه غيرت كل شيء تماما.
سنة 3382 غيظهر شخص سميتو أليكس فولغي غيقود البشر لاكتشاف القوى الروحية والنفسية المختفية في الداخل ديالهم، وخلاهم يكتشفوا أسرار الطاقة الإنسانية الحقيقية ويوصلوا لقدراتهم الجبارة. ومن هذه اللحظة غيبدا البشر يتطور روحانيا بشكل غير مسبوق، لدرجة ولات عندهم القدرة أنهم يتحكموا في التفاعلات اللي كتطرى داخل الجسم، وبذلك ولاو كيتحكموا في المشاعر والوظائف العقلية والجسدية. ومن بعد فترة قصيرة العقل البشري تطور بشكل مدهش لدرجة أن البشر كلهم وصلوا لمرحلة أنهم ولاو قادرين يدخلوا في وعي كوني موحد عملاق سماه النور الروحي العظيم أو المعرفة المباشرة. وهذا الوعي في منتهى القوة وصل البشر لقدرات غير مسبوقة في تاريخ الحضارة البشرية. وهنا غيبدا العصر الذهبي للإنسان، واللي استمر حتى اللحظة اللي فاق فيها ديناخ في جسم أندرياس نورتون سنة 3906. وذكرت ديناخ كانت عامرة بتفاصيل غريبة ومدهشة، وهذا الشيء اللي خلى التلميذ ديالو جورجيوس ينشر هذه المذكرات في كتاب سنة 1972. وكان الشيء المهم اللي ذكر في البداية ديال هذا الكتاب هي أن ديناخ ماشي مؤلف ولا كاتب، وأنه ما كانش أصلا متوقع أن هذه المذكرات غتنتشر، والشيء الوحيد اللي كان كيتمناه قبل ما يموت هو يرجع أو تاني يعيش دوك اللحظات في القرن 39. هذا الكتاب بلبل العالم من اللي خرج، وبزاف كذبوه وقالوا هذا الشيء خو زعميلات وهلاويس ديال واحد مريض. بالنسبة لي القصة غير عادية وأمرها غريب كيصعب تصدقه، ومع ذلك فهو جميل ومقنع في نفس الوقت. الأوصاف اللي عطاها ديناخ والملاحظات التفصيلية للمستقبل مجسدة للغاية، بحيث لا يمكن ترفضها وتقول عليها جاية من شي عقل مختلف. خصوصا مع الحالة الراهنة للعالم، فاحنا كنعيشوا دابا الواقع والمستقبل اللي ذكروا ديناخ في هذه المذكرات ديالو. السؤال الأصدقاء، واش ممكن يكون بول ديناخ عاش داك الشيء فعلا ملي كان في الغيبوبة، أم أنها مجرد قصة خيالية مفبركة؟ شنو الرأي ديالكم كذلك في المستقبل اللي رسموه للبشرية؟ خليوا لي الإجابة ديالكم كاملين في التعاليق وتهلاو.